شايفين المكرونه بالبشاميل القمر دي معموله من غير ولا سمنه ولا زيت ولا زبده؟ ازاي بقى؟ تعالى اقولك. طاسه سخنه عندي على النار، ابتديت احط فيها اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه عندي بيكون فيها نسبه دهون شويه علشان يبقى ليها طعم. اول ما خدت لون من تحت نزلت معاها ببصله انا بشراها عشان تستوي في نسبه الدهون. وحطيت كمان البهارات، وحطيت كمان معلقه من الصلصه ومعاها شويه من الميه عشان يتسبكوا مع بعض ويبقى للحمه طعم. بعد كده خلاص بقى سبت اللحمة المفرومة وابتديت ان انا اسلق المكرونة واصفيها. انا البشاميل هنا بقى بعد كده هعمله على البارد زي ما قلت لكم، انا مش هحط اي دهون. فابتديت ان انا احط 3 معالق من الدقيق، معلقتين كبار من اللبن البودرة، ونص مكعب مرقة، ونزلت بلتر ونص من اللبن. وخدت بقى كل ده وحطيته على النار، ابتديت ان انا اقلبه مع بعض. وبعد ما حسيت ان هو خلاص هيبدأ ياخد القوام، حطيت بس شوية كريمة صغيرين جدا، يعني بمقدار معلقتين. زي ما انتوا شايفين القوام تحفة. ابتديت بقى اجيب الصينية اللي عندي عشان احط فيها باقي المكرونة عشان ادخلها الفرن. حطيت اول طبقة من البشاميل. المكرونة انا حطيت عليها شوية بشاميل بره عشان تبقى كلها شاربة من البشاميل وتبقى جوسي وحلوة. فردت طبقة من المكرونة، وبعد كده هحط طبقة من اللحمة، وبعد كده المكرونة. وهنزل باقي البشاميل عليها من فوق من غير اي اضافات ومن غير اي حاجة وادخلها الفرن. زي ما انتوا شايفين المكرونة طالعة جميلة جوسي. وطبعا ما تنسوش بقى تعملوا معاها بانيه، تعملوا معاها بوفتيك، وتحفة وبألف هنا عليكم يا رب. ويا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش الفولو وتشجعوني عشان اكمل الفيديوهات.